كده استاذن حضراتكم اني اتواصل مع الاستاذ خالد بيومي والكابتن خالد بيومي محللنا الكبير اللي طلع علينا النهارده. اعتقد لسه يعني قارئ المقاله بتاعته، مقاله بتجسد القضيه اللي احنا عايشين فيها. كابتن خالد، بعد الترحيب طبعا بحضرتك، اعتقد انها مقاله يعني في الصميم، لان هي بتجسد القضيه بشكل كامل. لكن حضرتك تركت لنا يعني العنان كده ان احنا اللي نقعد نفكر في السؤال ايه اللي ممكن يحصل خلال الفتره اللي جايه، ولو النادي الاهلي يعني اتجه للبيع الجماعي وترك البيع الفردي، يعني ترك 41 مليون جنيه واتجه للبيع الجماعي وحصل على 8 مليون ونص. هل بتعتقد ان الجهه الاداريه ممكن تحاسبه ولا الموضوع ممكن يعدي؟ اولا اهلا بك كابتن عماد، واهلا بكل الساده المشاهدين، وكل سنه وانت طيبين، ومصر والامه الاسلاميه كلها طيبه بمولد النبي الشريف. يعني كابتن عماد، يعني الموضوع كله طبعا المفروض ان في مخالفات ماليه بتبقى صريحه جدا، وده قانون الدوله وقانون الرياضه اللي بتتبعه كل الانديه المصريه. في وزاره الرياضه، في جهه اداريه بتحاسب كل مسؤولين الرياضه. اعتقد ان النادي الاهلي في الوقت الحالي بعد ان تلقى المزايده او المناقصه من شركتين، واحده ب 40 و750، واحده ب 41 مليون، جت المزايده على الشركه الاعلى. اعتقد النادي الاهلي لو فرض في حق من حقوق الجمعيه العموميه وليس فيها حق من كابتن حسن حمدي او مجلس اداره النادي الاهلي، اعتقد تتعرض لمخالفه ماليه جسيمه ممكن تعرض المساءله القانونيه من قبل اي جهه محاسبه. جهاز المركزي للمحاسبات ممكن في يوم من الايام يعمل كشف على النادي الاهلي لان في مخالفه ل 36 او 35 مليون. اعتقد ان دي ممكن تكون مخالفه ماليه جسيمه تعرض من كان متواجد في الوقت الحالي في المجلس، الكابتن حسن حمدي ورجاله المحترمين مجلس الاداره بالكامل، للمخالفه الماليه الجسيمه. وانا اعتقد ان دور وزاره الرياضه ودور الجهات المسؤوله ودور الدوله كمان الحفاظ على حقوق الانديه العامه او الانديه الرياضيه التي تتبع الدوله، وخاصه ان دي مخالفات ماليه بتعود بالنفع على الجمعيات العموميه، بتعود بالنفع على قطاع كره القدم الذي ينفق عليه الملايين للفوز بالبطولات والحفاظ على قيمه واسم النادي الاهلي او اي نادي اخر. وفي الاخر برضه اعتقد ان كل الانديه المصريه في الوقت الحالي بعد ان تلقى النادي الاهلي هذا العرض التي بعد اشتغلت في الشغل الجماعي او البيع الجماعي، اذا كانت تلقت احد العروض بهذا الشكل او كان عندها كراسه شروط، ممكن هي الاخرى برضه تعرض للمخالفه الجسيمه من قبل جهاز مركز المحاسبات لاهدار المال العام. واهدار المال العام دي كلمه كبيره جدا بنسمعها كتير جدا على مستوى الانديه الرياضيه من فترات كبيره جدا. اتمنى طبعا ان يكون في حلول من الدوله الفتره الجايه، حلول من وزاره الرياضه، حلول من التلفزيون المصري، حلول من مجلس اداره النادي الاهلي، وخاصه زي ما قلت لك ان المخالفه ممكن تبقى جسيمه وجسيمه جدا في ظل رقم كبير جدا، رقم اعتقد ان هو من الصعب على اي حد في الوقت الحالي يعوض النادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي، وليس مجلس اداره النادي الاهلي مره ثانيه، هي الجمعيه العموميه او قطاع كره القدم اللي بينفق عليه ملايين سنويا. كابتن خالد، عايز اتكلم بمنتهى الصراحه. انت قلت ان الرقم كبير جدا، وفي مقاله حضرتك وانت بتكتبها قلت اذا كان الرقم فعلا حقيقيا. هل انت بتشير يا كابتن خالد زي البعض؟ خلينا نتكلم كده بصراحه. انا بحب اكلم الناس بصراحه عشان تبقى عارفه الامور فيها ايه. البعض اشار ان دي يعني مزايده غير حقيقيه او الرقم تحديدا غير حقيقي. هل حضرتك لما قلت في المقاله واذا كان هذا الرقم غير حقيقي اليس من الطبيعي واكملت، هل بتشير ان عندك تخوف او انت بتشير لحاجه، ولا انت بتشوف ايه؟ وهل منطقي ان احنا نقول ان الرقم غير حقيقي او المزايده غير حقيقيه، خاصه احنا بنتكلم على شركات اساميها كبيره ولها شخصيات سواء اعتباريه او شخصيه لها اسماء كبيره جدا في مصر؟ لا، هو الرقم شخصيا انا خضني. بنتكلم عن النادي الاهلي، بنتكلم على 10 مباريات، 9 مباريات في الوقت الحالي، ومباراتين 4 مباريات في دوري ابطال افريقيا قبل دور ال 16 او دور المجموعات، وبنتكلم على قطاع الناشئين في النادي الاهلي. فالرقم خضني 41 مليون. والتلفزيون المصري اشترى قيمه الدوري ب 71 مليون، ما معناه ان رقم مخيف لنادي واحد بس. طبعا النادي الاهلي كاسم كبير وكامكانيات وكقيمه وكبطولات يستحق ان يكون هو الاعلى بالنسبه لكل الانديه المصريه مع نادي الزمالك ويليهم نادي الاسماعيلي. ولكن في النهايه الرقم بالنسبه لي كان مخيف، رقم مفاجئ. انا يعني كنت اتوقع 20 مليون، 25 مليون، 17، 18 الارقام دي، لكن 41 مليون في 9 مباريات اعتقد رقم مخيف، ورقم لابد من اعاده الحسابات مره ثانيه بالنسبه للقنوات الفضائيه، بالنسبه للانديه المصريه اللي بتحاول في الوقت الحالي تستعين بدعم من الدوله، من وزاره الرياضه، من المجلس الوزراء، لاعانه قطاع كره القدم اللي اصبح في الوقت الحالي شبه مفلس لكل الانديه المصريه، ومنها الانديه الشعبيه اللي ما لهاش اي دور غير الاستعانه بالدعم الدوله. عشان كده اعتقد الرقم بس هو اللي مذهل يعني بالنسبه لنا. عشان كده قلت الرقم غير، يعني ما اعتقدش ان في شيء غلط، ان في كراسه شروط، في مزايده واعلنت هذه المزايده، ومعناه ان الرقم
رقم حقيقي بنسبه 100%، ولكن رقم كابتن عماد هو اللي صعب. رقم بنتكلم على 41 مليون في 9 مباريات، يعني رقم كبير جدا جدا بالنسبه كمان للشكل العام بتاع الدوري او المستوى العام بتاع الدوري. لكن لازم اقول لك ان قيمه الدوري المصري واسم الدوري المصري واسم النادي الاهلي وقيمه اللاعبين المصريين المتواجدين ووضعيه الكره المصريه حتى لو كانت متوقفه لمده سنتين ثلاثه، هي جاذبه للشركات الاعلانيه على مستوى الوطن العربي بالكامل وليست مصر فقط لا غير. والدليل على هذا عندما تقدم النادي الاهلي بمزايده او بمناصه وصل لرقم اعتقد انه صعب جدا جدا على كل اللي موجودين في الدوري المصري. كويس. ومن نفس الكلام هسأل حضرتك في الناحية الأخرى، يعني هل بترى أن 70 مليون جنيه هم كافيين ببيع كل الدوري المصري بكواليسه بلقاءاته بكله يا كابتن خالد؟ بص، للامانه التلفزيون المصري فعل ما لم يفعله القنوات الفضائيه في الموسم الماضي. القنوات الفضائيه في الموسم الماضي انا في رايي اتفقت كلها على الانديه المصريه وعلى الدوري المصري لتفطيسه. فعلا فطسوه، وصل ما فيش الا قناه موديل فقط لا غير، الامانه الشديده هي اللي كانت بتذيع الدوري المصري السنه اللي فاتت. التلفزيون المصري لما يخش في مناقصه، وده احنا بنسمعه من الدوله بقى اكثر من 20 سنه، ان حق اصيل للراجل المصري الشارع الغلبان كويس ان هو يتفرج على انديته من خلال التلفزيون المصري، واحنا ما فيش اي مانع الشكل ده. ولكن طبعا من حق الانديه اللي هم الممثلين في المسرح، ما فيش مسرحيه بدون ممثلين، من حق الانديه هي الاخرى ان تستعين باموالها او بنجومها عشان تقدر تكبر العائد المادي بتاعها. تمام، كلام مهم قوي كابتن خالد، لسه معايا مظبوط؟ طيب خلينا نروح لجزئيه اخرى مهمه جدا واحنا بنتحدث في نفس الامر. يعني ال 70 مليون لو بيدفعهم التلفزيون المصري وبيدفعهم، خلينا نتكلم باللغه العاميه، مشفيين، يعني ما فيش عليهم اي نواحي ماليه اخرى. القنوات لما كانت بتشتري دوري الموسم الماضي او حتى في اي موسم حضرتك تحط فوق ال 70 مليون، اعتقد ممكن يكون رقم يعني مش هيوصل لنفس الرقم 70 مليون بس اقل سن. بنتكلم ليه؟ لان احنا عندنا شاره ب 4 مليون دولار، عفوا ب 4000 دولار. يا كابتن عماد، السنه يعني عندنا 8 قنوات هم اللي كانوا بيعرضوا الدوري المصري في الموسم السابق. 8 كان معروض 12 مليون جنيه على الدوري، يعني 96 مليون جنيه، يعني رقم اعلى بشويه. ولكن تم الاتفاق في راي الشخص، اتفاق سري لم يعلن، ما بين القنوات الفضائيه المصريه كلها على تقليل سعر الدوري الموسم الماضي لتفطيس الدوري. فعلا وقد كان. وفي النهايه من افلس الانديه المصريه، من افلست الجامعات العموميه، من افلس مجالس الادارات المطالبين في الوقت الحالي ان هم يعملوا دوري، ان هم يجيبوا لعيبه، ان هم يفوزوا البطولات من قبل جماهيرهم اللي موجوده على الساحه المصريه. عشان كده اعتقد المدان الوحيد هو مجالس الادارات، الذي يهان على مستوى الاعلام ومن قبل جماهيره ومن قبل جمعيته العموميه هو مجالس الادارات. القنوات الفضائيه بتربح اعلانيا بقيمه كبيره جدا من وراء النادي الاهلي والنادي الزمالك والنادي الاسماعيلي وبقيه الانديه مع احترامي وتقديري. عشان كده اعتقد ان يحارب النادي الاهلي على حقه والنادي الزمالك والنادي الاسماعيلي وكل الانديه المصريه، هذا حق اصيل، حق اصيل، لان في النهايه هناك ماده اسمها ماده اهدار المال العام، ودي يعاقب عليها القانون بالسجن والتشهير. وانا اعتقد ان لا حد يقبل ان يكون بيعمل في العمل العام في قبل مجلس اداره ومنتخب من قبل جمعيته ان يقبل في التفريط في مليم او جنيه او مليون او 2 أو 50 مليون لصالح الجمعيه بتاعته، الا سيعرض للعقوبه الجنائيه اللي هي بينص عليها القانون المصري بتاعنا. كلام مهم جدا ورساله في منتهى القوه، الجميع يتمسك بحقه ولن يضيع حقه وراءه مطالبا. كابتن خالد بيومي، بشكرك شكرا جزيلا لحضرتك على تواصلك معايا، دايما بتمتعنا بارائك و يعني معلوماتك القيمه جدا، بشكرك شكرا جزيلا. نروح لفاصل تحضيري عن